إيميل باشا، انت منورني النهارده. عرفكم يا جماعه بإيميل، انا مستضيف النهارده في مطعم ليلى، وعازم بقى على حته اكل ايه كل المصريين بيحبوها، اكله الفقراء والاغنياء. انت لقيت نفسك ماشي في الشارع وجعان، بتركن كده عند اي واحد بتاع حواوشي، تقول له اديني ايه رغيف حواوشي، في منه من اول 2 جنيه لحد 50 جنيه. احلى اكله المصريين بيحبوها واكله مصريه 100% هي الحواوشي. هنسيب عبد الجميل ياكل حواوشي ويقول لنا ايه رايه، وانا احكي لكم حدوته الحواوشي ازاي دخلت مصر واصلا ازاي اكتشفناها. احكي وانا معاك ولا هشغلك على الاكل؟ لا تشغلنا على خد لك كرسي على جنب كده واحكي. اصيل، ايميل ده اصيل، عشان كده انا هسيبه ياكل وانا هحكي لكم الحدوته. الف انا وشفا، هخلص الحدوته واجي لك. الحواوشي بدأ يظهر في مصر سنة 1971 على ايد جزار مصري اصيل اسمه الحاج محمد الحواوشي. الراجل الطيب الجميل حب يقدم اكل للجنود في الجيش، ففكر يحط قطع لحمه في رغيف، لكن اكتشف ان قطع اللحمه ديت بتخلي الرغيف يتقطع ويبوش والدنيا تبقى متبهدله. فجات له فكره ان يفرم اللحمه ديت ويضيف عليها شويه بصل وفلفل ويدخلها في الرغيف ويحطها في الفرن. ولما عمل كده وقدم الاكله ديت عجبت الناس كلها، ومن وقتها انطلق رغيف الحواوشي في مصر من سنه 1971، وكترت عربيات الحواوشي في الشارع لان هي اكله سهله وسريعه. لو عايز بقى تاكل رغيف حواوشي اصيل انصحك تيجي مطعم ليلى، بيعملوا الحواوشي هنا تحفه. ايه يا ايميل باشا، كمل عجبك الاكل؟ اه انت منورنا هنا في مطعم ليلى. مطعم ليلى بيقدم وجبات حلوه جدا، يا رب تكونوا استفدتوا قصه الحواوشي. قول لي الاكل عجبتك ولا قصتها اللي عجبتك؟ القصه اللي عجبتني. انت زي العسل، ونورتنا النهارده. المطعم زي ما قلت لكم بيستقبلكم في رمضان، وكل يوم في اكله جديده. تابعوني وتابعوا الحلقات وهتلاقوا تاريخ الاكلات بدات ازاي في مصر. استناكم حلقه جديده ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.